زيزو يا جماعه منزل ستوري بيضحك فيها على الزملكاويه. ايوه احنا. بيقول فيها ايه بقى؟ انا ما مضيتش في النادي الاهلي وما مضيتش في اي نادي في مصر او خارج مصر، واللي عنده العقد يطلعه. طبعا هو فاكر هنا بقى ان احنا هنصدقه، صح؟ طيب الحقيقه بقى ايه مصلحه النادي الاهلي انه يطلع العقد دلوقتي؟ ولا اي حاجه خالص، وهو عارف ومتفق على كده. فقال لك ايه؟ انا اخسر الجمهور الزمالك ليه؟ ثبتهم للاخر، خلي المشكله من عند الاداره. قال لك ايه بقى تحت؟ المشكله ان انا قفشاه من بدري بس تمام. قال لك ايه تحت بقى؟ ان انا ما بيقعدوش معايا عشان يجددوا عقدي. المحادثات اللي ما بيننا بتتسرب، ده بروفيشنال يا جماعه؟ ضحكت علينا انت كده؟ مش حضرتك اللي قلت ان انت سيبوني انا اخر واحد جددوا لبقيه الفرقه؟ انت اللي قلت. بالنسبه للمستحقات اللي انت بتتكلم عنها، حقك يا حبيبي وهتاخده كده كده، بس مش انت اللي طلعت برضه في احد الاعلاميين يعني وقلت ان المستحقات بتاخر، بس احنا عارفين ظروف النادي وان الظروف مش قد كده وان النادي بيمر بضائقه ماليه. كلامك اتغير ليه دلوقتي؟ ها؟ ولا عشان اتقفشت؟ بصوا يا جماعه، نتكلم يعني بصراحه بقى. انا ما عنديش مشكله ان زيزو يطلع راجل كده يواجه ويقول بكل صراحه انا يا جماعه مضيت للنادي الاهلي في المده القانونيه اللي تحق لي ان انا امضي فيها. احترمه جدا، بس انا ما بحبش الاسلوب الملتوي الحقير ده. تمام؟ يعني يطلع بكل صراحه ويواجه ويقول لك يا جماعه انا مضيت للنادي الاهلي ومحدش يحق له انه يلومني لان انا مضيت في المده القانونيه. صح؟ بس ده لو كان راجل قد كلمته هيطلع يقول لك كده. لا بس هو مش هيعمل كده، هو هيثبتك لحد الاخر. انا ما مضيتش، انتوا عايزين يمضوا معايا، وفي الواقع لما هتيجي تمضي معاه هيرفع السعر. هو عارف انه ما معكش، فيبقى خلاص انت اللي ما مضيتش، مش انا اللي مضيت بره. كبروا دماغكم يا جماعه، محدش يضحك عليكم تاني.